ملي كان النظام الجزائري كيتسابق باش انه يحفر الابار ويستخرج البترول والغاز الطبيعي من الاراضي ديالو ويبيعها باغلى ثمن في الاسواق الخارجيه. كان الحسن الثاني الله يرحمه كيتسابق ماشي باش يحفر الابار وانما لبناء السدود وتشييد البنيات التحتيه، لدرجه انه بنى ازيد من 130 سد موزعين جغرافيا على كافة جهات المملكة وبطاقة تخزينية تفوق 18 مليار متر مكعب. بينما الجزائر في هذيك الفترة يلاه كان عندها 27 سد واللي تم تشييدهم أصلا من قبل المستعمر الفرنسي. التوجه ديال الحسن الثاني والرغبة ديالو ببناء عدد كبير من السدود كانت شي حاجة اللي غريبة بزاف بالنسبة للنظام الجزائري. كيفاش حنا كنقلبوا على البترول وهما كيقلبوا على الماء؟ السؤال صعيب، كان خاصهم 50 عام باش يلقاو الاجابه ديالو ويعرفوا الحكمه والذكاء ديال الملك الراحل الحسن الثاني. في الوقت اللي كنعيشوا فيه بزاف ديال المفاهيم تبدلوا وتغيروا بشكل كلي، ومن بين المفاهيم اللي تبدلوا هو مفهوم الحرب. ولينا كنشوفوا حروب بيولوجيه، حروب اقتصادية، وحتى حروب المياه. الجارة الشرقية ديالنا كنهضر على الجزائر، هي دولة غنية من حيث الموارد الطاقية لكنها في نفس الوقت فقيرة من حيث الموارد المائية، بل هي بلد يعاني من أزمة مناخية منذ بداية التسعينات وبلا حتى شي مخطط لتنويع مصادر المياه من قبل الحكومة والنظام الجزائري اللي هم الوحيد هم مضايقة المغرب. الجزائر من وراء مطاردات الفلاحين المغاربة من الأراضي ديالهم في واحة العرجة واللي قانونيا متواجدة داخل الأراضي الجزائرية، ولكن بحكم التاريخ هي تابعة لفلاحين مغاربة جرد مباشرة من عند المملكة المغربية اللي قامت بتشييد عدد كبير من السدود والمنشآت المائية على الحدود الجزائرية، واللي كتقوم بقطع جريان المياه والأنهار اللي كتدوز من المغرب نحو الضفة الأخرى في الجزائر. واحد من أهم السدود اللي قام المغرب بتشييدهم واستكمالهم هو سد قادوسة اللي كيتواجد بالقرب من مدينة الرشيدية وبعيدا عن الجزائر ب 525 كيلومتر. هذا السد هو سد عملاق تم بناؤه على حافة وادي جير، هذا الواد اللي كيخترق حدود المغرب الشرقية وكيصب نحو الجزائر وبالضبط في مدينة بشار وفي سد جرف التربة. هذا السد كيتعتبر هو المورد المائي الوحيد اللي كيروي عطش ساكنة بشار وكيسقي الأراضي الفلاحية التابعة لها. هاد النهر المياه ديالو سنوات هي كتضيع منا وكتمشي للجزائر وبلا ما نستفدوا منها، ولو أن السكان الرشيدية كانوا كيعانيوا لسنوات طويلة من قلة المياه سواء للسقي أو لري العطش. فالمغرب كان يتجاهل هذا الواد وما بغاش يبني هذا السد بحكم سياسة حسن الجوار، ولكن من النظام الجزائري ما بغاش يفهم راسو وكمل السياسة العدائية ديالو تجاه المغرب، تم بناء هذا السد واللي تسبب في جفاف وانخفاض منسوب المياه بشكل ملحوظ في واد جرف التربة، لدرجة أنه أثار جدل واسع داخل الجزائر وتسبب في موت مئات الأطنان من الأسماك اللي طلعت للسطح. ومع حرارة الصيف انتشرت روائح الكريهة لدرجة أن المواطنين ولاو خايفين لا توقع كارثة صحية قد تأثر على صحة السكان. وباش ما نساوش فمن الأسباب الرئيسية اللي دفعات المغرب باش يبني هذا السد هو ضمان الموارد المائية والحفاظ عليها، خصوصا أن الجنوب الشرقي كيعاني من قلة التساقطات المطرية وكذلك ما كيناش واجهة بحرية لتحلية المياه، وهذا الشيء علاش هاد المناطق كتبقى ديما عرضة للجفاف طوال السنة. وبالمناسبة فهاد السد غيمكن من تجهيز 10,000 هكتار من الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة، و5,000 من هذه الأراضي غتكون أسفل السد على شكل واحات غتدخل ضمن برنامج المغرب لتطوير إنتاج التمور.